طبعا نيجي للثدي مثلا بصفته اكثر الاورام بيبقى انتشارا. الاكثر فين، في السيدات ولا الرجال الاورام، سواء لا، خبيث او سواء ما هي حميد؟ على حسب يا فندم، يعني احنا هنقول مثال للثدي، مم. والثدي ده مم. اكثر مكان بيكون عرضه للاصابه بالسرطان مم. وخصوصا في ده السيدات. خاص بالسيدات طبعا. لكن انا لو قلت في نفس الوقت مم. ان الاورام اللي موجوده في الثدي 9% منها حميد وواحد بس خبيث، فدي رساله طمأنة، مش اي كلكيعه يعني تبقى نقول موجوده. 99%. 99% من حميد. الاورام بتكون حميده، اه. سواء كيس دهني سواء كيس عرقي، واخد بال حضرتك. مم. لكن الورم الحميد ما ينتشرش، ما يديش في اماكن تاني. لكن مثلا الورم الخبيث لو ورم طالع من فين المستقيم بقى؟ ممكن يدي في اه. الكبد، ممكن يدي في الرئه، يدي في العظم، يدي في المخ. مم. لكن الحميد يفضل مكانه. مم. الخبيث ما يرجعش، الحميد ما يرجعش بعد استئصاله، لكن الخبيث ممكن يرجع. الحميد علاجه بس الجراحه، لكن الخبيث اوقات بيحتاج علاج كيميائي وعلاج اشعاعي. مم. فطبعا لا، في فرق كبير. وطبعا ما اقدرش احلف واقول الورم ده حميد او خبيث الا لما اخد منه عينه، سواء العينه دي كانت بالابره، سواء استأصله بالكامل وحلل